أقيم منذ قليل أو الأمس أقيم قداس صلاة الجنازة لوالدة الفنانة مي عز الدين السيدة مها نصري، وتم هذا من كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون. وقد تم حضور عدد من النجوم الفن، أولهم تامر حسني وطارق حبيب وأحمد عصام وعدد آخر من النجوم. خاصة لعدم حضور الفنانة مي عز الدين، حيث تعرضت الفنانة مي عز الدين لانهيار عصبي، مما أدى على أثرها دخولها المستشفى للأسف، وعدم قدرتها على الوداع الأخير لوالدتها، وهي الآن في المستشفى تحت ملاحظة الأطباء لسوء حالتها الصحية. وقد تولى مهام الجنازة الفنان تامر حسني نظرا للصداقة القوية التي تجمع بينهم منذ سنوات، هو والفنانة مي عز الدين منذ سنوات عديدة. ولقد خيم الحزن على الوسط الفني منذ إعلان وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، حيث أنها كانت تعاني من مرض الفشل الكلوي، وخضعت كثيرا لجلسات الغسيل، ولكن حالتها الصحية تدهورت في الأيام الأخيرة، وحتى رحلت عن عالمنا. والفنانة مي عز الدين كانت مرتبطة بوالدتها بشكل كبير جدا جدا منذ طفولتها، كانت ترافقها في كل المواقف وفي التصوير، ولم تنفصل عنها أبدا. وذكرت قبل ذلك أن والدتها أكثر صديقة مقربة لها، وأكتر حد كانت بتشعر معاه الثقة والراحة النفسية. وبرغم من كبر عمر الفنانة مي عز الدين، ولكنها كانت في صحبتها دايما حتى الآن، وبرغم أنها مسيحية يعني والدة الفنانة كانت مسيحية، لكن رغم ذلك كانت بتعلمها تعليم الدين الإسلامي. وحسب قول الفنانة مي عز الدين كانت بتضربها عند تقصيرها في الصلاة، وكانت بتعلمها آداب الدين الإسلامي، وكانت حريصة على ذلك. رحم الله والدة الفنانة مي عز الدين.